السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكرة مع صبري. طبعا النهاردة الزمالك اتهزم أمام غزل المحلة، الهزيمة التانية على التوالي والتالتة في موسم 2023. الزمالك بيبتعد عن الصدارة وبيبتعد عن الدوري بسبب، يعني مش هنقول بسبب واحد، بعدة أسباب، منها اختيار الصفقات، منها تعنت المدير الفني وعناده، منها غرفة الملابس، واللي طبعا كتير ما يعرفوش ان في مشاكل في اوضه اللبس. ده اللي طبعا مش ظاهر للاعلام او مش ظاهر في قناه الزمالك. طبعا مستحيل قناه الزمالك تجيب حاجه زي دي، ودي حاجه يعني كويسه، حاجه يعني ايجابيه، ولكن الحب والتعاون وتشجيع اللعيبه لبعض ده مش موجود الدوري ده. احنا شفنا الدوري اللي فات، السنه اللي فاتت كان في توليفه كويسه من المدرب، وفي طبعا الناشئين اللي دخلوا في الفريق واحداثوا الفارق، وكانوا يعني عند حسن ظن المدرب فيهم وفي اختياراتهم. من التوليفه دي ومن الحب من طبعا تشجيع اللعيبه لبعض بتيجي البطولات. اما السنه دي في لعيبه اسطى. يعني ايه اسطى؟ يعني في لعيبه قديمه مش حابه لعيبه جديده، في تكاسل من بعض اللاعبين، في مشاكل داخليه، وطبعا اللي المفروض يسيطر على القصه دي كلها امير بيه. فبصراحه ده اللي المفروض يظهر في الملعب، ده اللي المفروض يظهر في الملعب. وطبعا المدرب في بعض الصفقات اللي جت هو ما كانش اصلا موافق عليها ولا راضي عنها، فهو حابب ان هو يوري الناس الصفقات بتاعت مجلس الاداره، اللي هم مجلس الاداره زي ما يكون فرض عليه ان هو يلعبهم، فهو مش مقتنع بيهم. من ضمنهم عمرو السيسي. احنا نفسنا يعني مش شايفين ان هو ينفع للزمالك. عمر جابر من المدير الفني مش مختاره، اللي هو بيقول لنا ابن النادي ومش ابن النادي. احنا مش النادي ده مش شركه لازم هو يكون فيها. لا، ده نادي الزمالك، نادي بطولات، يعني لازم اللي يلعب فيه يكون على قدر المسؤولية وعلى مستوى الفريق اللي هو بيلعب فيه، والفانيلا اللي هو لابسها، والجمهور اللي وراه اللي بيدعمه. فطبعا لازم الحاجات المحيطة بالفريق دي كلها تطلع علينا الصورة اللي احنا اتفرجنا عليها النهارده. رعونة، لعيبة الزمالك عندها رعونة. ينفع اصلا الفريق الكبير، الفريق البطولات، اللعيبة اللي في المستوى العالي ده ينفع يكون عندهم رعونة؟ انت ليه يعني محسسني ان انت يعني جيت الماتش في الشوط الثاني؟ ما انت كنت فين في الشوط الاولاني؟ كنت فين لما دخل فيك هدفين؟ ما ظهرتش الحمية دي من اول الشوط الاولاني ليه؟ لما انت عايز تثبت للجمهور ان انت عايز تكسب. انت دلوقتي بتبحث عن التعادل، طب ما بحثتش ليه عن هدف التقدم والضاعف؟ هدف التقدم ده اللي انا اتكلمنا فيه من زمان. مستني ان انت تتعادل في اخر 10 دقايق؟ طب افرض اتعادلت، هتجيب هدف الفوز؟ متاكد ان انت هتفوز؟ اللعيبه دي ما تنفعش. اللعيبه دي عايزه، يعني عايزه غربله. مش عيب ان انا جبت صفقه وما توفقش معايا، اطلع اعاره، او ان كان في فرصه للبيع بيعه. ان انا اعالج المرض قبل ما اموت. طالما انا اكتشفت المرض عالجه، مش استنى ان هو يموتك. ما هو اللي بيدفع الفاتوره دي كلها الجمهور. احنا بنقعد قدام الماتش بنتعصب ليه؟ هو احنا بناخد حاجه من الزمالك؟ احنا بنقبض؟ احنا ما بنقبضش، بس بنتعصب ليه؟ لان احنا شايفين ناس بتقبض ومش مقدره المكان ولا النعمه اللي هي فيها. يعني حرام ان انت يكون الجمهور اللي يعني مش عاوز غير الفرحه بس.
الجمهور دافع فلوس عشان يدخل يتفرج على حضرتك، مش عاوز غير ان هو يروح فرحان، مش هياخد الفلوس وهو طالع. ف مش عارفين طبعا مجلس الاداره هيطلع لنا بقرارات ايه، اللي هو مستني على فيريرا لحد الموسم لحد الدور الاولاني، لسه قدامك مباراتين. فطبعا هننتظر في المباراتين دول هزيمتين، يبقى كده الدوري عليه العوض. طب ممكن الدوري يعني الاهلي لو فاز النهارده هيبقى الفارق 11 نقطه. فطبعا ربما يحدث في الدور الثاني اي تغيير، فمش عاوزين نفقد الامل. هو فعلا الزمالك بعد عن المنافسه يعني بشكل كبير، بس برضه مش عاوزين نفقد الامل. نتمنى التصحيح، نتمنى المشاكل الداخليه دي تتحل. وطبعا رئيس لجنه الحكام مشكورا قدم استقالته النهارده بعد ما خلاص المهمه نجحت، والدنيا تمام، والاهلي في الصداره وخلاص كله تمام. وطبعا الزمالك يعني صعب، مش هنقول مستحيل بس صعب رجوعه للمنافسه من جديد. فنشوف الايام اللي جايه هتثبت لنا ايه، ونتمنى لعيبه الزمالك يصحوا، نتمنى لعيبه الزمالك تصحى. وفعلا شابوه للعيبه الاهلي، في ماتش الزمالك ادوا اللي عليهم وزياده. ناس بتعرف تستغل الفرص، وده مش عيب. لما المنافس بتاعي يتعثر لازم انا افوق ولازم استغل، وانا بحييهم على كده. يعني انا ده عادي، احنا بننتقد لو الاهلي فيه اي سلبيات بننتقدها، الزمالك فيه سلبيات بننتقدها، احنا ما بنجيش مع ده على ده ولا مع ده على ده. ناس بتستحق الاشاده يبقى نشيد بيها، ايه المشكله؟ انما هنطلع نتكلم وسحر ومش سحر ومعرفش انت تابع مين وانت قابض من مين وانت عامل من مين. صلح الغلط اللي عندك قبل ما تتهم الناس، صلح الغلط اللي عندك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.